ازاي احمد الجندي قدر يحقق معجزه في اولمبياد باريس؟ تخيل ان البطل المصري احمد الجندي قدر يحطم الرقم القياسي العالمي والاولمبي في الخماسي الحديث. تعالوا نشوف مع بعض. انتهت اولمبياد باريس 2024 بحلوها وبشرها، وللاسف ما حققتش مصر غير ذهبيه واحده بس. ورغم ان ده شيء محبط جدا، بس احنا قررنا نبص للايجابيات ونتكلم عن قصه الذهبيه وصاحبها اللي عمل معجزه بكل المقاييس. صاحب انجاز الذهبيه الوحيده لمصر هو الرياضي احمد الجندي. والجميل ان انجاز احمد ما كانش في انه خد ذهبيه بس، احمد قدر يحقق انجاز هيفضل مكتوب في تاريخ الاولمبياد بحروف من نور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان الطبيعي ان اللاعب بيلعب لعبه واحده بس، سواء سباحه، رمايه، جري، مبارزه. بس الغير طبيعي ان يبقى عندنا لاعب بيلعب 5 العاب مختلفه ومش شبه بعض وينجح فيهم كلهم، وده بالظبط اللي عمله احمد الجندي. وعايز اقول لك كمان ان انجازات احمد الجندي ما بداتش في اولمبياد باريس اللي فاتت، دي بدات قبلها ب4 سنين في اولمبياد طوكيو 2020 لما قدر يحقق لمصر ميداليه فضيه اعجازيه، وكانت الميداليه الاولى لمصر في تاريخ اللعبه. طب ايه هي لعبه الخماسي الحديث اصلا؟ خليني اقول لك ان لعبه الخماسي الحديث هي لعبه مركبه وصعبه. موقع الاولمبياد بيقول ان هي لعبه محتاجه مجموعه من المهارات الاستثنائيه والمتنوعه، وبتكون من 5 العاب، وهم ركوب الخيل وقفز حواجز من خلال احصنه غير مألوفه بتحصل من خلال قرعه قبل المنافسه ب 20 دقيقه بس. ومش بس كده، انت عندك مثلا المبارزه بتكون جولتين، الجوله الاولى بيتنافس فيها كل المتسابقين قدام بعض، اما الجوله الثانيه بتعتمد على نتائج الجوله الاولى. عندك كمان 200 متر سباحه حره، ده غير الجري، ده غير الرمايه، وانا لسه ما خلصتش، اصبر بس شويه. المتسابق كمان بيخش مسابقه اسمها الليزر ران، ودي مسابقه بيبدلوا فيها ما بين الرمايه والجري ناحيه 5 اهداف مثبته على مسافه 10 متر، وبيجمعوا نقط كل لعبه لوحدها، وبيتحدد مراكز انطلاق المتسابقين في سباق الليزر ران، واللي بيبدا فيه صاحب اعلى النقط، وبيكون الفايز بالذهبيه هو اول واحد يوصل لخط النهايه. وعشان تعرف ليه اللي حققه احمد الجندي هو معجزه فعلا، ان ببساطه احمد لعب 5 لعب في لعبه واحده، وقدر يحقق 1555 نقطه، ويسبق بفارق 73 نقطه عن الرقم القياسي القديم.